بشر قال كيف ابتدي واختم حرفي بيدي، كيف ارثي انا والدي ناصر في حروف القصيدة. اعجم ما يجيد الكلام ساهر ما ذوق المنام، عايف مشربي والطعام بعد الاب والله شهيد. هاتوا دفتري والقلم اخرج ما بني من الام، ما عاد شي بروحي سلام يا عالم وهذا الاكيد. كتب كلمات هذه المرثية بشار ناصر منصور شويط بعد وفاة والده، كما يعزبها جده الحاج منصور شويط واخوانه عبد السلام ناصر شويط وصديق ناصر شويط ومنصور ناصر شويط، واعمام كافة على راسهم عم فيصل منصور شويط. أداء الشاعر أبو شهاب الخبجي. البشر قال كيف ابتدي واختم حرفي بيدي، كيف ارثي انا والدي ناصر في حروف القصيدة. اعجم ما يجيد الكلام سهر ما ذوق المنوم، عايف مشربي والطعم بعد الاب والله شهيد. هاتوا دفتري والقلم اخرج ما بيني من الم، ما عاد شي بروحي سلم يا عالم وهذا العقيسة. مقس الموت لا سامحه شل الاب من مطرحه، وقال اقروا له الفاتحه اما حزنكم ما يفيد. من قد راح ما عاد يعود من وسط الثرى واللحود، وانا قد كرهت الوجود بعد احنج واغلى فقيد. من قد راح ما عاد يعود من وسط الثرى واللحود، وانا قد كرهت الوجود بعد احنج واغلى فقيد. علمي يا كما الصاعقة ذي منصابته تحرقه، احرق خابقي واقلقه وتجمد دمي في الوريد. ما كفى الزمان اننا انا في الغربة اذوق العنا، زد شل السند مننا وانا عن عيونه بعيد. يا الله ما شفت بي قصدي غايتي مطلبي، هدم العيون سكوبي كيف بعيش بعده وحيد. لو زد قال حتى الوداع او شفت بوقت اجتماع، لكن راح والعمر ضاع في الغربة وحزني يزيد. تمنيت شوقي ولقيت ونيدي في القبر ميت، ما بنساها انا ما حييت لو ملقاه يوم الوعيد. وعمامي عليه زاعلين لكن كل ساعة وحين، حتى اليد بعد حزين حزن بعد ابنه شديد. اي والله بعده امي الغالية، بعده امي الغالية والله ما عاد يسهاليه، تمسي ساهرة باكية بعده لانه كان جيد. بعد امي الغالية والله ما عاد يسهاليه، تمسي ساهرة باكية بعد لانه كان جيد. ام الاب بعد ابنها ما شد على حزنها، الصبر جدتي عينها يا معبود واحنا عبيد. واخواني نوح ونوح بعد فقد والانشراح، هيج موت ابويا الجراح لعن الصلب لعن الحديد. وانا بعد ما قفا وشد والله لا اكون السند لاخواني ونعم المدد، لحمد زندهم العضيد. واحمد ربنا واشكره واطلب منه المغفرة، لغى الانسان في المقبرة غني يسكن بقصر مجيد. في الجنة جوار النبوي طه الطاهر العربي، ذي وصاني امي وابي
من صلى على يستفيد.